نيضة بلبلة كبيرة في إسبانيا، بالخصوص في المدينتين سبتة ومليلية، حيتاش المهاجرين اللي دخلوا كيطالبوا باللجوء. ولكن كاين امرين مازال ما يعرفوهم اللي راهم كيطبخوا على نار هادئه. واحد الامر كيتعلق بالاتحاد الاوروبي، شنو موجد للحراقه، موجد لهم قضيه يعني واش غادي نقول لكم عليها، ما غاديش تعجبهم بزاف وما تعجب حتى شي واحد ناوي يحرق. هذا واحد. جوج، ان القضاء الاسباني خرج لنا واحد القرار عاوتاني جديد، قرار يمنع فيه واحد النقطه في قضيه الملفات ديال اللجوء السياسي اللي طالبينها الحراقه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نشرح لكم كيفاش راها النيضه ديال بصح. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا شنو بغيت نقول وباش تفهموا الامر فين غادي، لان شنو كيوجد الاتحاد الاوروبي وخطير جدا بالنسبه للحراقه. مرحبا بكم جميعا، ما تنساوناش لايك تعليق بارطاج، وبقاو معنا شوفوا هاد الفيديوهات ونرجعوا عندكم. Todos los migrantes son iguales. Todos los migrantes son iguales. Todos los migrantes son iguales. Asilo, asilo, no comida, asilo, no comida, asilo. No comida, asilo, 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 no comida, asilo. Come here. What here? Asilo, 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 asilo. كيف شفتوا هاد الفيديوهات هادو الحراقه اللي في سبته ومليليه. دابا راه حنا في الصيف وناضوا راهم شفتوا كيقضيو الاوقات ديالهم في هذا الشيء ديال المعيشه العاديه وكيلعبوا المصارعه، وزيد القضيه راه عاد دعوه سخونه والقضيه ممكن تحمل. لكن اجينا من هنا شهور فاش يبرد الحال وتغير الامور. هذا من جانب اخر الفيديو اللي فيه ديال طلب اللجوء السياسي اللي داروا عليه يعني بالبلا ودايرين عليه يعني تظاهره وكيطالبوا ويقولوا المساواه في الملفات. هذا هو الطلب ديال الناس اللي حاضرين في هاد الاضرابات ولا في هاد الوقفه الاحتجاجيه. غادي نشرحوها دقه دقه، حيتاش ان اللجوء السياسي كيتعطى للشعوب ولا للناس اللي كيعيشوا واحد الامور معينه خاصه، حرب او لا يعني الانسان خايف على حياته بواحد الامر معين او لا. اما باش يتعطى اللجوء السياسي لاي واحد لا يمكن، الملف كيتدرس دقه بدقه. وبعض اللي هاجروا الاسماء ديالهم والجنسيه ديالهم موجوده في الجروبات اللي حرقت في سبته ومليليه فهموا بان ما غاديش يتعطى لهم اللجوء السياسي، لان البلاد ديالهم ما فيها لا حرب لا والو. فاش عرفوا هذا الشيء ناضوا داروا هاد البلبله وكيقولوا بان الملفات خصها تتريتا يعني يتم النظر فيها بطريقه متساويه. وهنا باش تعرف بان الانسان خصو يفهم بعض الامور، اللجوء السياسي ما كيتعطاش غير هكاك. هذا واحد. جوج، ان حاليا القضاء الاسباني خرج واحد القاعده قانونيه انه يمنع انه يعني القرار الجماعي يتصدر بصفه جماعيه في مجموعه تاع الملفات. يعني الى القضاء
شاف مجموعه تاع الملفات وصدر فيها قرار بالمنح او المنع ديال اللجوء السياسي، جات سلطه عليا في القضاء ورفضات هاد القضيه. علاش؟ لان الملف ديال اللجوء السياسي كيتدرس حاله حاله، لان كاين دوله وكاين شخص، لان بعض الاحيان كتكون الدوله ما فيها لا حرب لا والو، ولكن الشخص عنده ما يكفي من يعني الشروط اللي كتسمح ليه انه يطلب اللجوء السياسي. لذلك القضاء الفرنسي الاسباني رفض باش يتنظر في الملفات بصفه مجموعه. وهنا نرجع للنقطه الاولى اللي قلت لكم، دابا راه كاين الحال سخون وقادرين يخرجوا وقادرين. دابا الا تنظر في الملفات كلها واحد واحد دقه دقه وراكو التحقيقات وما الى ذلك، راه غادي يطول وغادي تبرد الدنيا وغادي يدخل الشتا ويبدا التكرفيس ديال بصح. واسبانيا غادي تلقى راسها مجبره انها تحمي هاد الناس، لان الملفات ديالهم تكون تحطات وما يمكن لهاش يعني تاذيهم او لا حتى تنظر في الملف ديالهم، عاد يتم التقرير واش يتعطى لهم او لا. هذا من جانب، يعني المده غادي تكون طويله. ولكن النقطه الاسوأ في هذا الملف كله اللي قليل ديال الناس اللي عارفينها، وهو انهم هذه بدات من ميريكان هي اللي دارتها، وهو انه لقات دارت حل، وهو انه بعض المهاجرين اللي عندهم وضعيات خاصه وخاصهم يرجعوا لبلادهم وما بغاوش يرجعوا، مشات دارت اتفاقيه مع اوغندا وكتصيفطهم تما، يعني كبلد ثالث يعيشوا فيه تما لما بغاوش يرجعوا لبلادهم. اذا الاتحاد الاوروبي شنو دار؟ استنسخ الفكره، وحتى هو كيطلب انه تكون هناك بلد ثالث بالنسبه للناس اللي الملفات ديالهم ما كتعطيهمش الحق في البقاء على الاراضي ديال اي دوله. يعني فاش كيشدوا واحد الحراق يدرسوا الملف ديالو ويقدر يقدم طلب اللجوء، ويدرسوا الملف ديالو واش عنده الحق ولا ما عندوش. الا ما عندوش الحق وما بغاش يرجع لبلادو، شنو غادي يديروا؟ غادي يصيفطوهم ماشي بالضروره اوغندا، ولكن كاين في هاد الساعه هادي كاين نقاشات وكاين حوارات ما بين دول اوروبيه، من بينها المانيا ودول اخرى نديرها لكم هنا، انهم كيحاولوا يعني يتناقشوا مع اوغندا باش تستقبل هاد الناس. اذا الملف ديال الحراقه حاليا اللي كيعولوا على طلب اللجوء السياسي، الا ما كانش عندك الوضع يسمح انك تحقق هاد الشروط كافيه باش يعطوها لك، راه اوروبا راه كتوجد هاد الشيء، والكل غادي يتلقى راسو في واحد الدوله افريقيه، يا اوغندا يا شي دوله اخرى اللي غادي تقبل، لانها غادي تحصل على مساعدات، تحصل على اموال، تحصل على يعني راه كتكون دي نيغوسياسيون، يعني نقاشات ما بين الدول باش دوله تقبل او ترفض. اذا هذا الشيء راه ما غاديش يعجب الكثير ديال الحراقه اللي راكو شفتوهم طالبين ازيلو وكيضربوا في بلادهم وكيضربوا، لان فاش تشوف البلد اللي غادي يقدروا يرحلوك ليه الا رفضتي ترجع لبلادك وانت ما خليتي ما قلتي في بلادك، وبلادك يعني مقارنه مع البلد اللي غادي يرحلوك ليه، نعرف ان النتيجه وان التفكير اكيد غادي يكون بلادي يعني أحسن 1000 مرة من بلدان أخرى. وهنا نطرح عليكم سؤال، واش تظنوا أن الناس واعيين لهذه المسائل هذه ولا غير كيحرقوا يعني بدون تفكير وبدون بحال هذه الوقفه هذه الاحتجاجيه اللي دايرينها، لانه ما باغيين يعني يفرضوا نفسهم عن طريق الجمعيات الدوليه منظمات حقوق الانسان ولكن كاين واحد القوانين كذلك غادي نتاع الدول هذه الاوروبيه والاتحاد الاوروبي اللي غادي تفرض يعني التعامل مع الملفات بطريقه مختلفه، ويقدروا يخسروا امور كثيره. قولوا لي الرأي ديالكم في التعليق، وتحياتي.